إليك 5 ذكريات شغب مدرسي عشناها قبل ظهور السمارت فون. أولاً، الطباشير أداة كتابة في السبورة بالنسبة للأستاذ، لكنها مثل الرصاص بالنسبة للتلاميذ، حيث يستعملها التلاميذ لقذف بعضهم البعض. ثانياً، الغياب الجماعي. يعتبر الغياب الجماعي اتفاق جماعي بين التلاميذ قصد الغياب من حصة معينة، وفي الغالب هو اتفاق كاذب لا يحدث إلا نادرا، وكل التلاميذ يتواجدون في القسم في الأخير. ثالثا، سرقة ورقة الغياب. يضحي أحد التلاميذ بنفسه، وفي الغالب يكون أكثر مشاغب في القسم، بسرقة ورقة الغياب من أجل إخفاء غيابه عن الحراسة العامة، ودون اللجوء إلى ورقة السماح من أجل الدخول. رابعا، إخفاء العصا. تعتبر من أصعب المراحل، وهي كذلك يقوم المشاغب فيها بسرقة العصا من القسم وإخفائها عن الأستاذ لتفادي العقاب بها في كل مرة قام فيها بالشغب. خامسا، الخنيزة. تعتبر أقذر حدث شغب مرة في القسم، حيث يقوم التلاميذ بجلب الخنيزة، وهي نبات ذات رائحة كريهة يستعملها التلاميذ في القسم من أجل الخروج منه بسبب الرائحة. كل هذه الأحداث هي من ذكريات شغب المدرسة، والتي لا أشجع عليها بتاتا. إذا أردتم الجزء الثاني إن شاء الله 2000 لايك. إذا عجبكم الفيديو لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو ومتابعتي في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.